ما زال الأسطورة محمد صلاح مستمر في تحطيم الأرقام القياسية التي تواجهه وتقف في طريق الآخرين يستطيع تحطيمها بكل سهولة. فاليوم ينتظر محمد صلاح تحطيم رقم قياسي جديد في مباراة ليفربول وبرايتون اليوم. قبل ما نكمل تفاصيل الخبر، يا ريت ما تنساش تصلي بينا على النبي، وكمان تشترك في القناة لو أول مرة تشوفها، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد من المتابعين. النهارده بيترقب الملايين من عشاق ليفربول الريدز مباراته ضد برايتون، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج في الموسم 2023-2024، واللي هتقام على استاد أنفيلد. وبيستعد الفرعون المصري طبعا محمد صلاح كالعادة خلال مباراة ليفربول وبرايتون اليوم لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية في المسابقة الإنجليزية، وذلك من خلال رقم جديد. قالت مجموعة قنوات بين سبورت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اكس اليوم الأحد: محمد صلاح لديه معدل تسجيل أو صناعة هدف كل 76 دقيقة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. واختتمت قناة بين سبورت كلامها بتقول: يحتاج محمد صلاح لصناعة هدف آخر ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصنع ويسجل أكثر من 10 أهداف في 3 مواسم متتالية. وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد وبعد لحظات قليلة صوب أرضية ملعب أنفيلد، والذي يحتضن مباراة ليفربول ضد برايتون، وذلك لحساب الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الريدز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز وخطف الصدارة من أرسنال والسيتي قبل مباراتهما المرتقبة الليلة. ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023 و2024، وذلك برصيد 64 نقطة متساويا مع أرسنال في النقاط، ولكن يتفوق في عدد الأهداف. وخاض ليفربول 28 مباراة في المسابقة حتى الآن بواقع 19 انتصار و7 تعادلات وهزيمتين 2، بينما يحل فريق برايتون ضيفا على ليفربول في تلك المواجهة اليوم وهو في جعبته 42 نقطة، يحتل بهم المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بواقع 11 انتصار و9 تعادلات وتلقي الهزيمة في 8 مباريات. ولحد هنا أعزائي متابعين قناة توب تيم نكون وصلنا لنهاية الخبر. اللي بيحب محمد صلاح ما ينساش يعمل لايك، وكمان يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد وحصري عن محمد صلاح والكرة المصرية كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نودعكم، كنتم مع قناة توب تيم.